و62 صاروخ. في بعض الصواريخ استعملت جديدة لم تعلن عنها المقاومة على إسرائيل أن تعرف شو هي، وأصابت الأهداف بشكل مباشر وبشكل دقيق، بشكل أنه هاي القاعدة خرجت عن الخدمة، والدليل أنه طلعوا منطاد. صح. صارت هلأ إسرائيل بالجبهة الشمالية عمية. هذه القاعدة بتقدر توصل لقبرص، لتركيا، لسوريا. التشويش مثلا إذا بتتذكر في مرحلة مطار بيروت كان عم بيعاني من قصة التشويش على الGPS. نعم. من هذه القاعدة. فإذا أهمية هذه القاعدة تجعل من الرد من المقاومة يعني يلائم أو بمستوى الاستهداف اللي صار كونه خرق. علما أن المقاومة قالت رد أولي بعد، رد يعني أول. في فرع ثاني إذا وصل ثاني منه. طبعا هيدا رد أولي، طبعا هي المقاومة قالت رد. أنا اللي شايفه بكل هالسلطة الإسرائيلية ما في غير رئيس الأركان فهمان إنه هيدي خسارة على إسرائيل إذا تكملت الحرب بهالطريقة، ولا يمكن فتح جبهة تانية مع لبنان، في خطر كبير.